العباس ويا حسين موادع غالي راح يفارق الغالي بس قبل لا يمشون واحد حسب الآخر دمعته تلالي بك حسين ذرعانه للعباس خويا قال له بغيرك انت تخيلت حالي قالوا تنذبح مني القفا وهزيت ايديا وجاوبتهم ضر مو خالي مو خالي سأبقى وحيدا بين هؤلاء القوم بلا ناصر ولا معين. اذهب يا أبا الفضل اذهب جزاك الله خيرا. وهنا أبا الفاضل يتهيأ للنزول بكل شجاعة مسلتا سيفه بكل بسالة. يلا يا الغيوب يلا يا ابو فاضل شد ولكاد مهرة وقصد للحوم ظهر الحروب شافت القوم الزومة ذكرهم بحيدر علي وبيومه حين الصراخ خيل وزليم جفلها بالخندق حرب الجمال ذكرها ساعة يلم أو ساعة ليطشرها. بطل هاشمي لا يبالي الجموع قمر بني هاشم ابن السادة الأكارم كافل العقائل والفواطم منفس الكربات مالك نهر الفرات قمر العشيرة نافذ البصيرة سبع القنطرة مرعب الكفرة شبل القسورة كبش الكتيبة ليث الحرائب حامل اللواء درع الحسين بطل نينوى معلم الوفاء كفيل الحوراء عين الزهراء ساقي عطاشا كربلاء. وهنا يتوجه أبو الفضل إلى شاطئ العلقم فلما وصل إلى النهر كشفهم عنه حتى نزل إلى شاطئ الفرات.
أحس ببرودة الماء اغترف منه غرفة فتذكر عطش الحسين فرماه من يده. خاض الوريد يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. ثم ملأ القرب من الفرات وحملها على كتفه وخرج من النهر، فاستقبلته الكتائب وصاح عمر بن سعد: ويحكم اقطعوا عليه طريقه، ارشقوا القرب بالنبل، فوالله لأن وصل الماء إلى معسكر الحسين لأفناكم عن آخركم. هيا تقدموا عليه. فهنا أخذ العباس يقاتل وهو ينادي: لا أرهب الموت إذا الموت رقاه، حتى أوارى في المصاليت لقاه. إني أنا العباس أغدو بالسقا، ولا أخاف الشر يوم الملتقى. الله أكبر. هيا تقدموا عليه. فبينما العباس يقاتل، وإذا بلعين يقال له زيد بن ورقاء جاء إليه من وراء نخلة، ضربه على يمينه فقطعها. يا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. فتناول السيف بشماله وأخذ يقاتل. بينما العباس يقاتل، وإذا بلعين آخر جاء إليه وضربه على شماله فقطعها. يا نفس لا تخشي من الكفار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. فحين ذلك حمل العباس القربة بأسنانه وأخذ يركض باتجاه الحسين عليه السلام. هيا تقدموا. أين الكتاب؟ فصاح عمر بن سعد: اقطعوا عليه طريقه وارشقوه بالنبل. فأحاطوا بالعباس من كل جانب وأخذوا يرمونه بالسهام. لا تدعوا الماء يصل إلى معسكر الحسين. فسهم جاء في عينيه، وسهم جاء في صدره، وسهم جاء في القربة فأريق ماؤها. يا فهنا وقف العباس
حائرا لا يدري ماذا يصنع، لا يدين يقاتل بهما ولا ماء يذهب به إلى الحسين، بينما العباس كذلك، وإذا بالعين جاء إليه وضربه بعمود على رأسه. أخي يا حسين ادركني، أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ اهربوا لقد جاء الحسين. أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي أخي عباس؟ على الدنيا بعدك العفا. فترجل الإمام عن جواده فمشى قليلا، نزل على شيء في الأرض، أخذه وقبله، ألا وهو الكف الأيمن لأبي الفضل، فدفنه بمكانه. ثم قام ومشى قليلا، نزل إلى شيء آخر، أخذه وقبله، ألا وهو الكف الأيسر لأبي الفضل، فدفنه بمكانه. ثم مشى إلى أخيه العباس. كان لا يرى، يسمع فقط، لأن سهم سقط في عينه، والعين الأخرى نزل عليها الدم فجمد عليها. فلما وصل إليه الحسين ظن بأنه رجل من الأعداء جاء لقطع رأسه، فقال له: يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد، أما أمهلتني فواق ناقة حتى يأتي إلي ابن والدي لأودعه ويودعني؟ أنا أخوك الحسين يا روح أخيك. يا أخويا من صحيت ادركني يا حسين، صارت على الخصر وحدها ليدين، انا ردت اركض واجيلك خويا عباس، بس يا وسفة ما شالن رجلي. طيحت يا حزام الظهر وظهري يا خويا انكسر، طيحت يا حزام الظهر وظهري يا خويا انكسر. لم تفعل ذلك أخي يا حسين؟ الآن أنت تضع رأسي بحجرك، لكن بعد ساعة من يضع رأسك بحجره؟ ثم أراد الإمام الحسين أن يحمل أبا الفضل إلى المخيم، لكنه أبى. أبا يا حسين، أبتاه، ما لي أراك قد رجعت وحيدا يا أبتاه. أين عمي العباس؟
فلم يجبها الإمام الحسين فاستقبلته الحوراء زينب: أخي يا حسين، أين كفيلي؟ والله تقول لك